جماعة، منتخب المغرب للشباب عامل إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة اللي بتتلعب دلوقتي في تشيلي. قدر يتأهل رسميا بعد ما فاز على البرازيل 2-1. الماتش اتلعب في سانتياغو وسط أجواء جماهيرية قوية. المغرب دخل اللقاء بعد فوز كبير على إسبانيا، واللاعيبة نزلوا عندهم ثقة وحماس واضح. في الدقيقة 60 جال الهدف الأول عن طريق عثمان معمة، اللي استغل هجمة منظمة ودوخ الدفاع البرازيلي. بعد كده في الدقيقة 76 ياسر زابيري ختم المباراة بهدف عالمي خلى الجماهير المغربية في المدرجات تولع فرحة. من الناحية التكتيكية، المدرب محمد وهابي لعب بطريقة ذكية جدا: ضغط عالي، تنظيم دفاعي ممتاز، واستغلال المرتدات. المنتخب المغربي قدر يقفل المساحات على السامبا، وده خلى البرازيل مش قادرة تلاقي حلول هجومية. النتيجة النهائية 2-1 بتأهل رسمي الأسود الأطلس الشباب للأدوار الجاية، وبتأكد إن الجيل ده عنده شخصية قوية وطموح يوصل لأبعد نقطة في البطولة. الصحافة العالمية وصفت الفوز ده بالمفاجأة الكبرى، لكن بالنسبة للجماهير المغربية دي بداية حلم جديد.